تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء. ايه الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ بص يا معلم، لو انت لسه اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زرار الجرس عشان كل ما انزلك فيديو ان شاء الله باذن الله يجي لك شعره اول باول. وما تنساش كمان تشير الفيديو ده مع اصحابك عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وتعال نشوف النهارده هنتكلم عن ايه. لا شك ان شركه سامسونج هي واحده من اقوى الشركات اللي موجوده في العالم، وده مش كلامي، ده كلام مبيعاتها وده كلام حجم الانتشار بتاع الشركه دي. وعامه خليني اقول لك برده ان من كتر ما سامسونج قويه ففي فئه الفلاج شيبس او فئه الموبايلات العاليه قوي، يعني سامسونج بتقدم لنا خطين من الانتاج. اول خط اللي هو بتاع السامسونج اس، والخط الثاني فئه الفولدبلز اللي احنا غالبا بننساها لما بنيجي نتكلم عن الموبايلات اللي هي بتبقى عاليه شويه. يعني عمرك فكرت كده ايه اللي هيحصل لو احنا قارنا ما بين اقوى موبايل موجود في فئه الاس اللي هو سامسونج جالاكسي اس 24 الت مع اقوى موبايل موجود في فئه الفولدبلز حاليا اللي هو الزي فولد 5؟ ده موضوع الفيديو بتاع النهارده، ومن غير ما اطول عليك اكتر من كده، جاهزين؟ يلا بينا. انا عارف ان المقارنه دي ممكن ما تكونش عادله قوي، ولكن احنا هنتخيل نفسنا لو احنا اتحطينا في الموقف ده وهنختار جهاز واحد، يا ترى هنختار انهي جهاز؟ طيب لو احنا ابتدينا بالزي فولد 5 في الديسبلاي، فاحنا عندنا تو ديسبلايز. اول ديسبلاي اللي هو الانر ديسبلاي او الشاشه الداخليه، دي بتيجي بحجم 7 و6 انش وبتردد 120 هرتز، والشاشه دي من نوع اسمه الدايناميك اموليد، وده نوع من الاموليد كده بيقلل اللون الازرق اللي بيبقى ضار للعين، وحرفيا بيسمح بالاتش دي ار 10 بلس او بيدعم الاتش دي ار 10 بلس، وده بيديك كواليتي قريبه جدا جدا من كواليتي الشاشه بتاعت السينما. الشاشه الداخليه بتيجي بجوده 2208 في 1768 بكسل، وانا بصراحه مش عارف ده يترجم ليه، لانه بصراحه جوده غريبه جدا يعني انا ما اعرفش ايه ده. اما بقى بالنسبه للشاشه الخارجيه، فهي بتيجي بريزولوشن اقرب من الريزولوشن بتاع الشاشه الداخليه، بتيجي بريزولوشن 904 في 2316 بكسل. لك ان تتخيل انا عدت الحته دي كام مره. وبتيجي بتردد برضه 120 هرتز، وبتيجي بحجم 6 و2 انش. الشاشه اللي هنا المره دي هي نوع سوبر اموليد، بتردد بيدعم 120 هرتز، ولكن الشاشه دي تقدر انها تقلل التردد بتاعها ل 1 هرتز لو انت فاتح صوره او لو انت بتكست او بحاجه مش محتاجه التردد ده، عشان طبعا تعمل كونسيرفنج او عشان تعمل حفظ للطاقه والبطاريه. بالنسبه للبرفورمانس فاحنا عندنا سناب دراجون 8 جن 2، ثاني اقوى معالج موجود في فئه الاندرويد دلوقتي. البروسيسور كان الاقوى في فئته قبل ما ينزل النسخه الاحدث منه، وان عندنا هنا 12 جيجا بايت من الرام. بالنسبه للستورج الداخليه فاحنا عندنا بتبتدي من اول 256 لغايه 1 تيرا بايت، طبعا النسخ بتختلف وعلى اساسها الاسعار بتختلف. بالنسبه للكاميرا بقى فانا عايزك تركز معايا شويه. عندنا هنا كاميرا خلفيه ثلاثيه، عندنا كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، وكاميرا ثانيه 10 ميجا بكسل بالتليفوتو، عندنا كاميرا ثالثه الترا وايد بتيجي بريزولوشن 12 ميجا بكسل. عظيم في الكاميرات هنا انها بتصور فيديو 8K. انا مش فاهم بصراحه ايه الجهاز اللي هيبقى معاك عشان يسمح لك ان انت تedit على فيديوز 8K، ولكن عامه اعتقد دي حاجه كويسه يعني، فاهم، تصور فيديوهات 8K. مش عارف، هو انا بصراحه لو معايا الموبايل عمري ما استخدم الفيتشر ده، لان انا عندي كمبيوتر بيedit على فول اتش دي اصلا بالعافيه، فاهم، فايه. الكاميرا الاماميه هنا بتيجي بريزولوشن 4 ميجا بكسل وكاميرا مدفونه تحت الازاز. طبعا 4 ميجا بكسل من وجهه نظري انا شايف ان ده هنا يبقى متواضع جدا جدا يعني، وكمان انها اصلا جايه مدفونه تحت الازاز، فنسبه انها تديك افضل اداء دي حاجه مش منطقيه ابدا، بس مش مشكله، انت ده موبايل فلاب تقدر بمنتهى البساطه تقلب الموبايل وتستخدم الكاميرا الخلفيه ككاميرا سيلفي عادي جدا وتصور صور وتبقى الدنيا معاك زي الفل يعني. بالنسبه للبطاريه هنا فاحنا عندنا بطاريه بتيجي بسعه 4400 ملي امبير، ودي حرفيا يخلق علامه استفهام كبيره جدا جدا. انت عندك شاشتين مش شاشه واحده تقدر تبدل ما بينهم، وفي نفس الوقت برضو الشاشات جايه بريزولوشن مش قليل، فبطاريه 4400 ملي امبير ده بصراحه من وجهه نظري قليل جدا جدا يعني. اذا كان في اصلا موبايلات الفئه الاقتصاديه بتبقى والمتوسطه اصلا بتبقى الريزولوشن بتاع الشاشه بتاعهم مش اعلى حاجه في الدنيا، وبيجوا بطاريه 5000 ملي امبير، ففكره ان انت تحط في موبايل فلاج شيب بطاريه 4400 ملي امبير وموبايل فيه شاشتين كمان، بصراحه دي حاجه غريبه من وجهه نظري يعني بصراحه. ايه عيوبه بقى؟ اولا للاسف الثانيه بتاعت الموبايل دي لسه موجوده ومتشافه، وانا مثلا جربت الموبايل ده ولما مسكت الموبايل ده في ايدي، الثانيه فعليا واضحه جدا، او الحته اللي بيحصل فيها فولدنج واضحه جدا جدا، بيبقى فيه ديبريشن كده في النص، وبصراحه نسبه الامان او نسبه ان انا ببقى مطمن وانا بقفل بفتح الموبايل كل فتره دي مش موجوده اساسا يعني، ببقى مرعوب جدا وانا بقفل الموبايل وبفتحه، لان ممكن في ثانيه طبعا. ثانيا سمك الموبايل سمكه وهو انفولدد يعني هو مقفول كبير نوعا ما، كانك جبت 3 موبايلات او موبايلين وحطيتهم فوق بعض، ده بصراحه ممكن يعمل مشاكل لو انت تحط الموبايل في جيبك او حاجه، مش تبقى اكتر حاجه مريحه في الدنيا يعني. ثالثا الشاشه بتاعت الموبايل اللي جوه اللي هي الكبيره نوعا ما لسه شاشه صغيره جايه بحجم 7.6 انش، وحتى العرض بتاع الشاشه مش كفايه، فبتحس ان انت مش ماسك تابلت، انت ماسك حاجه مربعه كده شكلها نوعا ما غريب يعني. رابعا واهم عيب البطاريه هنا جايه بحجم قليل جدا جدا، 4400 ملي امبير مش كفايه خالص، فكان ممكن
البطاريه تيجي بحجم اكبر وما كناش هنتشل يعني، بل بالعكس حرفيا ما فيش اي تطوير عن البطاريه بتاعت الجيل اللي قبليه. فمش عارف، اعتقد ان البطاريه كانت ممكن تيجي افضل يعني. تقييم الموبايل ده بعد كل العيوب اللي احنا اتكلمنا فيها دي 8 من 10 بصراحه. الموبايل اصلا فكره ان هو جايب شاشتين وفكره ان هو فولدبل ممكن تخلينا نتغاضى عن معظم العيوب اللي احنا اتكلمنا فيها دي، ولكن برضه نقطه البطاريه هنا هي نقطه مهمه جدا جدا وكانت محتاجه معالجه اكتر من سامسونج يعني. طيب نيجي بقى للاس 24 الترا. مبدئيا الشاشه بتيجي بحجم 6.8 انش، بتيجي بريزولوشن 3088 في 1440 على اساس ان سامسونج لو حطت ارقام عدله او لو حطت حاجه كواد اتش دي فول اتش دي او حاجه زي كده تتشل يعني، فاهم؟ انا عملت ايه؟ عندنا هنا اقوى معالج في الموبايلات الاندرويد كلها هو السناب دراجون 8 جين 3، ولكن برضه تو جيف يو بريف كونتكست كده الفرق ما بين الجين 2 والجين 3 مش اللي هو، وهنتكلم في النقطه دي بالتفصيل كمان شويه. عندنا هنا 12 جيجا بايت من الرام برضه، وبرضه نفس الحال ممكن تبقى 256 و512 1 تيرا، والنسخ طبعا بتختلف برضه على حسب المساحه زي ما اتفقنا. طيب بالنسبه للتصميم فالموبايل ده اللي كان بيميزه انه جاي بالتيتانيوم. طبعا احنا مش عارفين خالص هم خدوا الميزه دي منين، ومش عارفين برضه هم جابوا اللون الجديد ده منين. فده كان من ضمن الميزات اللي موجوده في التصميم انه جاي من التيتانيوم، واحنا طبعا زي ما اتفقنا ما نعرفش هم خدوا الميزه دي منين. حاجه ثانيه كمان ان على الرغم من كون ان الموبايل على الورق مكتوب انه جاي من التيتانيوم الا ان وزن الموبايل مش طبيعي، الموبايل تقيل جدا جدا. فبصراحه الموبايل وزنه تقيل قوي بغباء، فاهم؟ في نقطه مهمه نسينا نقولها في موضوع الشاشه، ان الشاشه اللي هنا جايه فلات تماما خاليه من اي ايدجز او من اي كيرفات او من اي حاجه. من وجهه نظري ده عيب في الموبايل مش ميزه، لان انا كنت بحب الايدجز دي، كنت محسسها انها تدي الموبايل فاهم شياكه كده، ولكن هي اتشالت بقى الموبايل كله كده سمباتيك، كله مفيش فيه اي ايدجات او كيرفات. بالنسبه للكاميرات فاحنا عندنا هنا سيت اب ثلاثي الكاميرات في الظهر. اول حاجه عندنا كاميرا اساسيه بتيجي بريزولوشن 200 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الاساسيه بتيجي فتحه عدسه 1.7. الكاميرا الثانيه هي كاميرا بيرسكوبيه او بايروسكوب بريزولوشن 50 ميجا بكسل. الكاميرا الثالثه هي كاميرا للزوم العادي مش بايروسكوب ولا حاجه، وبتيجي بريزولوشن 10 ميجا بكسل. والكاميرا الرابعه هي كاميرا الترا وايد بتيجي بريزولوشن 12 ميجا بكسل. بالنسبه للبطاريه هنا في الحاجات المثيره للضحك ان البطاريه اللي هنا اكبر في الساعه من الزي فولد 5، جايب ساعه 5000 ملي امبير، على الرغم ان المفروض الزي فولد 5 يحتاج طاقه اكبر يعني، ولكن للاسف ده الوضع هنا يعني. طيب احنا كده خلصنا اول جزء من الفيديو بتاعنا النهارده. تعالى بقى نتكلم في الجزء الثاني كده في الفيديو، وهو المقارنه ما بينهم. عايزين نقارن ما بين الموبايلين. بالنسبه للتصميم فالاثنين فعليا جايين بنفس لغه التصميم، الحاف المربعه بقى فاهم، واللون الاثنين تقريبا نفس لغه التصميم، فنقدر نقول ان في لغه التصميم تعادل. بعد كده بالنسبه للشاشه او الديسبلاي، هو احنا هنتكلم على الكواليتي بتاعت الشاشه، فالاس 24 الترا جاي بكواليتي شاشه اعلى، ولكن لو هنتكلم على الشاشه بقى او كمتعه استخدام الشاشه فاكيد طبعا الزي فولد 5. وانا كمحمد هدي البوينت دي للزي فولد 5 بصراحه، لان انا شايف ان هو هيقدم لك تنوع اكتر في الشاشتين، وفي نفس الوقت برضه تقدر تحوله تابلت وبتاع. فمن وجهه نظري شايف ان البوينت دي ياخدها الزي فولد 5 مستريح، فكده 1-0 للزي فولد 5. وجينا بعد كده نتكلم عن الاداء. فبص هو بصراحه الاس 24 الترا جايب بروسيسور اقوى، فده معناه ان هو كده هياخد البوينت وكده 1-1 والدنيا تمام. ولكن برضه لازم تبقى عارف حاجه، يعني الفرق ما بين البرفورمانس ما بين السناب دراجون 8 جين 3 وال8 جين 2 مش اللي هو الفرق حاجات بسيطه، فاهم؟ طب انا ليه بقول لك الكلام ده؟ بقول لك الكلام ده عشان انت لو كنت عايز تتوجه للزي فولد 5 نوعا ما يعني ما يعققش او ما يمنعكش من ان انت تروح تشتريه. نقطه الفرق في البرفورمانس بس ما بينه وما بين الاس 24 الترا، البروسيسور ده ستيل بروسيسور تحفه، وستيل بروسيسور قوي جدا جدا، وفعليا الفرق ما بينهم حاجات طفيفه يعني. كده النتيجه لغايه دلوقتي 1-1. طيب بالنسبه للكاميرا فالاس 24 الترا يتفوق طبعا على الزي فولد 5، لان احنا عندنا في الاس 24 الترا الكاميرا الاساسيه بتيجي بريزولوشن 200 ميجا بكسل، اما في الزي فولد 5 بتيجي بريزولوشن 50 ميجا بكسل بس. ده غير ان الاس 24 الترا بيوفر تنوع اكبر من الكاميرات اللي موجود في الزي فولد 5. كده النتيجه لغايه دلوقتي 2-1 للاس 24 الترا. بالنسبه للبطاريه فلو جينا نتكلم على البطاريه هنلاقي برضو ان الاس 24 برضو يكسب، لان الاس 24 الترا فيه بطاريه 5000 ملي امبير وهو شاشه واحده، في حين ان الزي فولد 5 شاشتين وفيهم شاشه كبيره، شاشه حجمها كبير يعني، وعلى الرغم من كده جايب بطاريه برضو 4400 ملي امبير، فدي بصراحه حاجه مش مفهومه. فكده النتيجه لغايه دلوقتي 3-1 للاس 24 الترا. بالنسبه للمتعه بتاعت الاستخدام من وجهه نظري، ودي تجربه شخصيه بحته يعني، ولكن من وجهه نظري انا شايف ان الزي فولد 5 ممتع اكتر بكثير من استخدامه من الاس 24 الترا. الاس 24 الترا جاي معاه قلم وبتاع، بس برضو الزي فولد 5 بيدعم القلم ده لما بتشتري له الكفر، بتشتري له القلم مخصوص يعني، ولكن عامه هو ستيل بيدعم القلم. فمن وجهه نظري هدي البوينت دي للزي فولد 5، فكده تبقى النتيجه 3-2 للاس 24 الترا. هل معنى ان الاس 24 الترا كسب المقارنه اللي احنا عاملينها دي ده معناه ان عمليا هو افضل من الزي فولد 5؟ الاجابه اكيد لا، لان بمنتهى البساطه مع اي موبايل هتختاره هتفقد مميزات موجوده في الموبايل الثاني. يعني مثلا لو رحت للزي فولد 5 هتضحي بالاداء اللي موجود في الاس 24 الترا، وهتضحي بفرق الاداء البسيط اللي موجود في الاس 24 الترا، تضحي كمان بالاداء في البطاريه وهتاخد بطاريه اضعف سيكه او بطاريه اقل سيكه، تضحي كمان بالفرق في نظام الكاميرات او هتضحي بنظام الكاميرات المتطور اللي موجود في الاس 24 الترا، واخيرا هتضطر تشتري القلم مع الكفر اللي مش انكلودد او اللي انت بتضطر تشتريهم لوحدهم كده وتدفع فيهم فلوس كتيره يعني كتيره.
اما فعليا لو انت رحت الاس 24 الترا فانت فعليا بتضحي بفكره الفولدبل، او بتضحي بفكره ان الموبايل اللي معاك يبقى فاهم يروش كده وتقدر تحوله لتابلت لو انت عايز تتفرج على فيديو بشاشه اكبر وبتاع. ممكن تكون الموضوع ده مش عملي اكتر حاجه بالنسبه لك، ولكن بصراحه لو احنا هنتكلم كرايي الشخصي يعني، والنقطه الجايه دي فيها رايي الشخصي، وانا هقول رايي الشخصي اللي ملوش اي لازمه عامه يعني، محمد هختار الزي فولد 5 لو اتحطيت في المقارنه دي يوما ما يعني، يا رب طبعا. لان انا من وجهه نظري كمان مده الاستخدام او الحصول على موبايل نوعا ما روش كده اهم بكتير من مجرد فرق في بطاريه او فرق في اداء، وده رايي الشخصي طبعا، ممكن تختلف او تتفق معايا فيه، ده شيء عادي يعني. وبكده اكون خلصت كل اللي كنت عايز اقوله. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده اول حاجه، وتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زرار الجرس عشان ده مهم جدا عشان نقدر ان احنا نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وما تنساش كمان لو انت حابب المحتوى بتاعي او حابب تتكلم معايا في اي حاجه من الحاجات اللي موجوده في الحياه يعني، هتلاقي اللينكس بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي كلها موجوده تحت الفيديو في الديسكربشن. خش وابعت لي رساله ونبقى اصحاب. وشكرا ليك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.